بدأتم الخطوة الأولى في نشر أهمية هذا الحدث الكبير، حدث خليجي 25. متوقعين إن شاء الله لهذا الحدث راح يخدم العراق على المستوى الرياضي والمستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ينقل صورة العراق الحقيقي، ينقل كرم العراقي، ينقل تاريخ العراق، تاريخ العراق وتاريخ بصرة العراق، البصرة الفيحاء بنخيلها. اليوم كنا فرحة ونشوف يعني أهل البصرة بين أهلهم إن شاء الله. احنا فرحانين أهل البصرة جو اليوم بين أهلهم في محافظة الأنبار. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بكل محافظاتنا العراقية، البصرة والناصرية والشمال والغرب، إن شاء الله يظل واحد موحد. جو أهل البصرة وفد، واحد من أهل البصرة متخاوية جماعة من أهل الإدليم أكثر من 50 سنة. فإجي علي قبل 30 سنة 40 سنة كانت بالفواتح يعني ناس داخل فلوس، تفضل فلان فلان فلان، واجب هذا متعارف عليه. فأبو البصرة ضرب بيت، يعني أهل البصرة معروفين بالعبودية ومعروفين بالشعر، هم وأهل الناصرية وعلى رأسه. فأعلى واحد أنطى كان بوقتها محافظ الأنبار، أنطى 1000 دينار ذاك الوقت، هذا الحكي قبل 40 سنة. فقال أحد أهل البصرة قال مناجل هجرك من القلب يردان، بتوت بلشن بحشاي يردان، أعصرك وارجع امسح بيك يردان، ولا خلي الشماتة تبان بيه. صاحب دنك. فانتهت الفاتحة، فقال هذا البيت ايش قد يعني مقيمه؟ قال هذا قيموه ب5 محافظين 5000. حي الله شبابنا شباب البصرة بنص أهلهم محافظة الأنبار. نسأل الله أن يعم الأمن والأمان والاستقرار على محافظاتنا الفرات الأوسط والجنوب والغربية والشمال. نسأل الله أن يظل العراق واحد موحد. نسأل الله أن يعم الأمن والاستقرار على كل محافظاتنا. البصرة لها حق على كل العراقيين. البصرة مدينة السلام، البصرة مدينة الشعراء، البصرة مدينة الكفاءات. فحياكم الله بنص أهلكم وبنص محافظتكم هاي. احنا إن شاء الله نزوركم هناك بالبصرة، ونزور الناصرية، ونزور النجف، ونزور كربلاء، ونسأل الله تظل الوحدة العشائرية، الوحدة المجتمعية، تلاحم مع المحافظات العراقية. وحياكم الله وهلا بكم وشرفتونا، ونريد نقدم لكم هدية باسم محافظة الأنبار وكل العشائر. هدية هاي متواضعة من شبابنا وشيوخنا ومثقفي محافظة الأنبار، هدية من قبيلة الحلابسة لأهل البصرة، وسلامنا لكل عشائرنا وشبابنا أهل البصرة. وحياكم الله. الله يحييكم وشرفتونا. باص الخليج يجمعنا.